اسرع طريقه للفراخ هتشوفيها، بتجيبي الوراك او فراخ او اي حاجه حتى لو دبابيس، والكميه اللي انت عايزاها بجيبها. وبعد ما غسلتها كويس بالملح والليمون بفتحها زي ما انتم شايفين كده، بعمل فيها فتحات كده. والطريقه دي مش هتبطلي تعمليها، انا العيال عايزينها كل يوم. باجي بقى بعمل التتبيله، بجيب بصلايه كبيره مفرومه في الكبه، وطماطمايه مقطعاها صغير زي ما انتم شايفين، وفلفل الوان او فلفل اخضر او اي فلفل عندك. وبعدين بحط معلقه ملح، معلقه بهارات، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، كل دي معالق صغيره، وما تزوديش الملح عشان ما تملحش معاكي. وبدعك كل الحاجات دي مع بعضها، وبجيب صينيه بحط النص من تحت. وبعدين بترصي بقى الفراخ او الوراك او اي حاجه انت عاملاها، وبحط باقي التتبيله من فوق، وما بحطش ولا نقطه ميه، وبحط شويه معلقتين زيت كده من فوق، وبرفعها على النار. وطبعا ممكن تزودي في البصل والطماطم والحاجات دي لو انت عامله كميه اكتر. واول ما تغلي طبعا بغطيها، واول ما تنزل ميتها كده بغطيها واوطي عليها لحد ما تستوي. وهي كده استوت، ما كملتش واستوت على البوتاجاز من فوق. انتوا عارفين الفراخ ما بتاخدش وقت. وبعدين حطيتها على الشوايه خدت اللون الحلو ده. وتعملي بقى جنبها رز، ملوخيه، زي ما انت عايزه. الفيديو كامل انا منزلاه على القناه لو حابين تشوفوه. شايفين الصوص بقى والخضار اللي نازل منها؟ تحفه جدا، اجمل واطعم فراخ هتعملوها. الغدا كله مش هيكمل معاكي نص ساعه. يا رب يكون عجبك.